بابا، مدرسة اخويا بعتت الجواب ده. جواب ايه حبيبي؟ وريني. جواب ايه ده يا اخويا؟ دي المدرسة بتاعت المحروس ابنك الكبير، بعتله استدعاء ولي امر. استدعى ايه يا اخويا؟ هو رايح الجيش؟ يا ولية جيش ايه ده؟ بيقولولك بيغيب كتير من المدرسة. بيغيب كتير ايه ده؟ انا فاكرة ان هو ما قعدش ولا يوم من المدرسة الايام اللي فاتت. ما انا عارف. وهتعمل ايه يا اخويا؟ طبعا انا لو واجهته هينكر، بس انا لازم اعمل له كمين. وهتعمل له كمين ازاي ان شاء الله؟ دلوقتي هتسمعي وتشوفي. واد يا سنوسي، انت ولا؟ نعم يا بابا، كنت بتنادي عليا؟ بص يا حبيبي، انا عايز اطلب منك طلب. طلب ايه يا بابا؟ انا عايزك تراقب لي الواد اخوك وتقول لي على كل حاجه بيعملها. طب وانا هستفاد ايه من كده بقى؟ انت عايز ايه؟ عاوز 20 جنيه. طول عمرك مادي زي امك. بتقول حاجة يا حاج؟ بقول له ماشي. بحسب. ماشي، اديك الفلوس اللي انت عايزها، بس اوعى ياخد باله انك بتراقبه. ما تقلقش يا بابا، يعني هي اول مرة. طب يلا بقى روح شوفه بيعمل ايه ونفذ اللي قلتلك عليه. انا خايف قوي لابويا يعرف ان انا بهرب من المدرسة. والا يعرفه بس يا عم. انا حاسس انه بينخرب ورايا اليومين دول. يبقى اليومين دول يا معلم نبطل نهرب من المدرسة. فكرة حلوة برضو. هو اخوك الصغير مستخبي ورا الكرسي كده ليه؟ ايه ده؟ فين؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه ورا الكرسي يا واد يا سنوسي؟ لا مفيش حاجة، عادي. اوعى يا سنوسي تكون بتستنط عليا تروح تقول للبابا. بصراحة كده لا، اوعى تقول له النبي يا سنوسي، ده ابوك هينفخني. والله بقى على حسب اللي هيدفع اكتر. ابوك قالك طيب هيديك كام؟ قال لي هيديني 20 جنيه. طب انا هديك 50 جنيه بس ما تقولوش حاجة. لا انا هاخد 100. 100 كتير قوي يالا. 100 عشان اطلعك من المشكلة اللي انت فيها. مشكلة ايه يا اخويا؟ ما هي المدرسة بتاعتك بعتت استدعاء ولي امر ان انت ما بتروحش المدرسة. وهتحلها ازاي دي؟ هقول لابوك ان انا لما اتجسست عليك لقيتك ما بتروحش المدرسة عشان بتروح تذاكر مع الواد حودة صاحبك. يا ابن العفاريت، تصدق فكرة حلوة؟ مش خسارة فيك 100 جنيه. طب ايه رأيك تجيب 50 جنيه كمان واصورك وانت بتصلي؟ ايه يا سنوسي، عملت ايه في اللي قلتلك عليه؟ عملت كل اللي قلتلي عليه يا حاج، بس دلوقتي بقى الاتفاق اتغير. يعني ايه الاتفاق اتغير؟ يعني الحاجات اللي عرفتها ما تساويش 20 جنيه بس. امال انت عاوز ايه؟ انا عايز 200 جنيه وانا اقولك على كل حاجة اخويا بيعملها. 200 عفريت لما يركبوك، 200 جنيه ايه يلا؟ خلاص مش هقولك على حاجة. طب نخليها 150. 200 جنيه وانا اقولك ابنك بيهرب من المدرسة يروح فين. طب نخليها 160. الظاهر يا حاج ان انت جاي تتعبني. انا جايلي عرض احسن من كده بكتير من اخويا. خلاص اديك ال 200 جنيه وامر لله. حلاوتك يا حاج. اقولك كان بيهرب من المدرسة هو والواد حودة صاحبه ويروحوا يلعبوا بلاي ستيشن، وهيجي يقولك ان هو كان بيهرب من المدرسة ويروح يذاكر مع حودة. ده يومه اسود النهارده. احلى حاجة الواحد ياكلها بالحلال.